كل العالم اخ صديقك مو راح تقدر. كيف اذا كانت زوجة الرسول ما لك يخاف؟ من قال لك ومن قال لك تمام مش انت جاي الالمان اول شيء لا تاخذين بكلامك، انا راح اتكلم وياك بروايات صحيحه السند من كتب ابناء العامه ومن كتب انا. اللي كان ما علي بالروايات انا حدك بالعقل. لماذا يعني يوم موسى ورده مولانا موسى الرضا صلوات الله عليه يقول ان سمعتم بروايه فلم تدخل في عقلكم او في باطن عقلكم فلا تكذبوها ولا تقولوا باوع شوف باوع هاي بمرور الزمن راح تترك المذهب. وانت لست متبرئه قاتله رسول الله. اسالك بالله هل رسول الله صلى الله عليه واله استشهد ام توفى؟ هنا هاي بمرور الزمن راح تترك مذهب الشيعة عندما اسمعني بمرور الزمن انا باعتقادي راح تترك مذهب الشيعة لان هي مو رافضية ابا عن جد. انا بمرور الزمن حسب اعتقادي راح تترك مذهب الشيعة. اقول لك احنا حيطان هذا الحيطان مالنا كلها لابو عبد الله وللحسين يا ابن احسنت يسولف بالمنطق يعني انا بعرض الرسول لاجل علي اي عرض انا ترك ضد علي بن ابي طالب في معركه الجمل عن اي عرض تتكلمين عن اي عرض وعن اي حق تتكلمين من خرج ضد علي بن ابي طالب في معركه الجمل كله طلعت اقول لك هسه جاي جاوبيني الله عز وجل ألم يقل في كتابه الحكيم ولا تخرجن من بيوتكم. اقول لك بينات العقل ما اقول لك هو عيني انا اقول لك ما عشت على جيل النبي وتبرأ من أعدائهم بدل الاستهزاء بخيرك. المهم نأتي إلى الكلام. الآن ميثاق قال إن الرسول استشهد مسموم. أحسنت صحيح. استشهد مسموم. هي اوقف اسمعني بس خلنا خدمك. هي ما متابعة حقها، هي ما متابعة مسلم وبخاري، ما متابعة، ما جاي تلاحظ الدين، ما جاي تتابع الدين، ما جاي تبحث عن الدين. فهي حقها من تقول لا حد يسب عائشة. وبما نقلناه لكم وبما أتانا بكم بذات الله عز وجل. الحوار اخذ وعطى خلونا ارتفاع. انا شنو ما يدرس انت حاليا ذكرتي عدتكم، ذكرتي معركة الجمل المخلدة في التاريخ، وذكرتي رسول الله صلى الله عليه وآله، وذكرتي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، وذكرتي أن عائشة هي من خرج ضد الإمام الحسن والإمام علي صلوات الله عليه في معركة الجمل. هسه حاليا وهذه النقاط هي مخلدة في كتب الشيعة ومخلدة في روايات الشيعة، ومن أهم نقاطها هي التبرؤ من أعداء محمد. بس اذا احكي لك شغله بالمنطق بس انت ما يكون واحد انت جايب لك كلام وانت ما تدري عنه اي شيء. انا درست عند استاذ مرتضى الخفاجي افهم استاذ انت من السولف اريد اقول لك شغله. انا ما احب انا بعرف لاي حوزه هل هو يستخدم نظام التقييد؟ هسه انا اسالك سؤال يعني هسه انت قاتل ابوك تحبينه؟ عدو امك عدو ابوك تحبينه؟ تدافعي له؟ جاوبين على هاي النقطة يلا.
عزيز هي اصلا غير مؤمنه وغير موقنه بان عائشه خرجت ضد الامام علي في معركه الجمل، وهذه المعركه مخلده في كتب هذا ذنب عليها تدري؟ موقنه ايضا ذنب عائشه هي من سمت رسول الله. ذنب. حفصه لعنها الله، حفصه قامت بوضع السم لرسول الله. لماذا؟ لان رسول الله صلى الله عليه واله قام بتزويج فاطمه من علي، وفي يوم غدير قامت علي من بعده. اريد اقول لك شغله. هسه قلت لك انا صديقك انسان محترم وعزيز عليك، اخته مو راحه، اخته كذا وكذا، تقدر تستر عليها لو ما تقدر. وهذا السؤال جاوب عليه، جاوب عليه. حط ببالك مجامله بقضيه الزهراء صلوات الله عليها ظلما. اسالي نفسك لماذا الى الان قبر الزهراء صلوات الله عليها لم يظهر؟ لماذا الى الان نحن الشيعه لا نعرف اين قبر الزهراء صلوات الله عليها؟ لماذا الى الان نحن الشيعه لا نعلم متى استشهدت الزهراء صلوات الله عليها؟ عندنا 3 روايات ولا نعلم من هو الاصح. راح وجعلها مضبوطة. أجل بإجابتك. طيب سؤال رحمة أو الزهراء ما جايبينها. أنت حاليا دخلتينا بنقاش طويل. قلت بأن عائشة لم تقم بدس السم لرسول الله صلى الله عليه وآله. أبو زهراء. لم تقوم بخروج. وين كنت؟ خاطر الله. شنو وجهك؟ بدك تقرا لي هاي الجامعة، خذ لك برا تعال. قامت مع سبلان وقامت مع الشاب الأيفاء وقامت بدس السم لرسول الله صلى الله عليه وآله، وقامت بالخروج ضد الإمام صلوات الله عليه أمير المؤمنين يعصوب الدين في معركة الجمل. هاي الدلائل كلها عندي مع الصفحة، كتبنا وكتبهم، ومع الناقل الصحيح والروايات هي السند وليس الضعيف. يعني توقع انت يوم من الايام تتصل على رامي عيسى لو احمد هذا المصري لو على هذا عثمان الخميس وتقول له الشيعة يسبون، او يعني يوم من الايام اعتقد يعني هي تقول لك انا راح اترك المذهب، لان شنو الشيعة جاي يسبون بعائشة ويسبون عمر وابا بكر وعثمان. وهنا يقع الاخبار المتيقنين. ليش عائشة ما يحترم النبي قبل يحترم النبي؟ على شنو؟ هي نفسها تسب لرسول الله. لعنته. دقائق ستم تقولين لي يسب عائشة ما يدخل الجنة؟ أنا أسحرت لكم اللهم لعن عائشة ثم عمر ثم أبي بكر ثم أم حكم ثم حفصة ثم جعدة ثم يزيد ثم معاوية ثم عائشة ثم حسب ثم راح أدخل الجنة حسب كلام الأمان. عثمان ما سبيت. علي من يسوى راسي؟ علي من يسوى راسي؟ علي من؟ أبو بكر إنسان. هسه ما نريد نتكلم شنو نسبهم. وأنا عندي الشجرة الكاملة لأبي بكر وعمر وعثمان، من والده ومن أمه ومن جدته ومن عمه، وكيف ولد من جدته وكيف ولد من عمته. هاي عندي الشجرة كاملة. بس هاي أنت حاليا أنت هارب من دينك، هارب من حقيقتك. يعني أبسط مثال، دين أبناء العامة يقولون بأن الله عز وجل طوله 60 ذراع. وأعوذ بالله من هذا الكلام. يعني النبي يبول بالزبالة أجلكم الله. اترك هذا. تبرأت منك الزهراء صلوات الله عليها، مثل ما تحدثيني بالبراءة أنا أقول لك تبرأت منك الزهراء صلوات الله عليها. والله أنت لست قرب الدين ولست قرب محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، لأن من عرف الزهراء ولو بالقليل لعرف مظلوميتها ولبكى عليها. لماذا بكى عليها؟ لأنها مظلومة، لأنها قتلت مظلومة. الزهراء صلوات الله عليها تبرأت منك أنت، قاعدة هنا تتكلمين وتقولي لي عائشة والله ما طلعت ضد الرسول. عائشة ما طلعت ضد الإمام علي. عائشة ما دست السم لرسول الله. من أنت اللي تكذبين؟ تدرين
روايات الامام الصادق صلوات الله عليه. تدرين انتم تكذبين روايه الامام الحسن العسكري صلوات الله عليه. تدرين النبي محمد تزوج عائشه من ضيمها، من ظلمها، من بس يريد يفتك من ضيمها لو لا. يعني انت حقك صحيح مسلم وبخاري ما دارستين، هسه انت ما عندك كتبهم السنه، دخل على جوجل بحثي يوم يومين 3 شهر، بحثي وشوفي الكتب شنو بيها مكتوب، وذيك الساعه عود قولي لا تسبون الشيعة عائشه. انت ما باحثه حقك. يعني انا اليوم يتم يتم سب. والله انا ذهبت الى سوريا واريد اتكلم هذا الكلام. ذهبت الى سوريا والله هذا قسم. اقول لك جو امير القريشي وياسر الحبيب ليش طلعوا؟ امير القريشي ليش هجروا؟ على شنو تاج راسي؟ تاج راسي بشنو؟ الطينه هسه بيك حظ تكلم مايك. انا سالتك سؤال قلت لك انتم تقولون في كتبكم ان الله عز وجل طوله 60 ذراع والعياذ بالله من هذا الكلام. يعني انت مشرك، انت حاليا مشرك. يعني اعتقد هسه تطردنا هي، اعتقد تطردنا هسه احتمال يعني. عزيزي خل تطردنا. كلام الحق زهق الآن. نحن في زمن زهق الحق فيه، والإمام صلوات الله عليه أمير المؤمنين يقول إذا وجدت الجميع يحارب فمن لك على حق. أنا اليوم قاعد أتكلم في روايات أهل البيت صلوات الله عليهم، وأنا أتحدى خيال إذا طلع موالي لأهل الشيعة، إذا ما طلع سني حسب كلام الجو. لك باوع لك أول البارحة تشق هدومي. أول البارحة والله العظيم 6 من الشيعة عند رامي عيسى تركوا مذهب الشيعة، 1 من النجف ترك مذهب الشيعة. والله ها ملينا من اللطم والشيعة وقالوا وقيل ويسبون بعائشة. يقول لي أنا أتمنى أموت ويا عائشة، يقول أتمنى. آخ اكتب هسه هذا اللي ترك مذهب الشيعة، هذا ابن النجف. يا أخي واحد يشق هدومه لا يكفي، يقتل روحه لا يكفي. والله أقسم بالله العلي العظيم السنة حاليا أصبحوا مهزلة. على ماذا بعد ذلك؟ على شنو؟ إذا أنت هسه تمجد صدام حسين لعنة الله عليه، هو مو سوشك مروا منه خليتك أنت تمجد بصدام. المهم أنا أتجاوبك. يعني أنا شنو أترجى من إنسان يمجد بصدام حسين، وصدام حسين هجم على ضريح الإمام الحسين صلوات الله عليه وقال له أنت حسين وأنا صدام حسين. بس هذا كلام صدام حسين. ماذا حدث لصدام حسين؟ وين قبره حاليا؟ والله وين هو؟ اعطيني قبر لصدام. كس اختك واخت عائشة واخت صدام، عيرب اختك واخت عائشة واخت صدام. يا كلب البح خشبة بيك وبعائشة وبصدام، خشبة بيك وبسلالتك، خشبة بيك وبعائشة وبصدام، خشبة بيك وبعائشة وبصدام، خشبة بسلالتك، خشبة بسلالتك، خشبة بسلالتك، خشبة